فيلم هوريزون لاين. كابلز بيطلعوا مع بعض الرحلة على جزيرة، بس حياتهم بتنقلب 180 درجة بعد ما الطيارة بتقع بيهم لوحدهم على جزيرة ما فيهاش أي مخلوق بشري. فيلمنا بيبدأ مع كابلز بيحبوا بعض جدا اسمهم سارة وجاكسون، وهم قاعدين مع بعض في الحانة وبيتفرجوا على فيديوهات سوا، وبنعرف إنهم قابلوا بعض أول مرة على جزيرة موريشيوس الاستوائية، وقضوا سنة مع بعض مليانة مغامرات، والنهاردة آخر يوم ليهم مع بعض لأن البنت مسافرة لندن بكرة عشان تبدأ شغلها الجديد. بتعرض على جاكسون يسافر معاها لندن، لكنه قرر يقعد في الجزيرة لأنه حابب الأجواء ومبسوط هنا. بعدها بيروح جاكسون يجيب لسارة مشروب، ووقتها بتقرر سارة تمشي من غير ما تودعه لأنها بتكره المواقف دي. بيرجع جاكسون يدور عليها في كل مكان، لكنها بتكون اختفت تماما. بعد سنة كاملة بتقرر سارة ترجع لجزيرة موريشيوس عشان تحضر فرح صاحبتها المقربة باسكال، وبتكون حاسة بالسعادة عشان بعدت عن ضغط الشغل. بتروح تقعد في بيت حد من معارفها اسمه سليمان. لما بتدخل البيت مش بتلاقي حد موجود، فجأة بيظهر قدامها كلب وبيحاول يعضها، فبتروح بسرعة تحاول تنط من على الأسلاك. ولحسن الحظ إن صاحب البيت بيخرج عشان ينقل صناديق المشروبات بتاعة الفرح، ولما بيشوفها بينقذها من الكلب. بعد شوية بتقابل سارة صاحبتها باسكال وشوية من صحابها القدام، وبيقعدوا يحتفلوا سوا بنفس طريقة احتفالهم القديم اللي عملوه السنة اللي فاتت. بيروحوا يشربوا درينك في الحانة بتاعة باسكال، وبتتكلم مع سارة وبتقول لها إن الفرح هيتعمل في جزيرة رودريغيز، وبكرة في مركب هتيجي توصلهم للجزيرة. سارة بتقول لها إنها بتحب جزيرة موريشيوس جدا لأنها عملت فيها ذكريات حلوة. بتسألها باسكال لو هي حابة تستقر على الجزيرة لأن سارة تقدر تشتغل أونلاين، بس سارة بتعرفها إن الشركة محتاجاها في لندن، بس بيكون واضح إن في نبرة شك في صوتها والكلام ده مش حقيقي. بتبص سارة جنبها وبتلاقي مركب نازل منه جاكسون وأصحابه، وطبعا بتتصدم جدا. باسكال بتعرفها إنه فتح مدرسة للغوص وارتبط ببنت جديدة. بتكون سارة مرتبكة إنها هتشوف جاكسون مرة تانية بعد اللي هي عملته فيه، وبتعرف كمان إنها هتشوفه في حفلة بالليل. وبالليل في وقت الحفلة بتكون سارة متوترة ومش عارفة تشيل عينيها من على جاكسون، فقررت تاخد حباية الشجاعة وبتروح تتكلم معاه. لكن صاحبته الجديدة بتكون غيرانة، بس جاكسون بيرد عليها بغلاسة وبينصف حبيبته الجديدة. بيقرر جاكسون يمشي من الحفلة. بتروح سارة وراه وبتعرض عليه يرجع معاها للبيت. بتقدر إنها تسيطر عليه بكلامها الحلو، وراحوا هما الاتنين يشربوا حاجة في بيته. لما بيوصلوا هناك بتحاول سارة إنها تتغزل فيه وبتلبس سترة النجاة بتاعته، وبيفضل جاكسون يهزر معاها والأمور بترجع كويسة بينهم. وبتحاول سارة إنها تقرب منه، لكنه بيصدمها وبيقاومها وبيقول لها إنه مش هيتحمل فكرة إنها تتخلى عنه وتخونه مرة تانية. وبعدها بدأوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض، وكل واحد قاعد يقول عيوب التاني. بس في خلال الخناقة دي بيقرب جاكسون منها وبيحصل بينهم لطايف. وتاني يوم الصبح بتقرر سارة إنها تهرب وتتخلى عنه مرة تانية من غير ما تعرفه حتى. وبتلاقي باسكال بتتصل بيها وبتعرفها انها فوتت ميعاد المركب اللي هينقلهم لمكان الفرح. فبتروح ساره لبيت صاحبها العجوز فريدي وبتطلب منه يوصلها معاه للفرح بطيارته الخاصه، لانه اساسا كان رايح هناك عشان ينقل صناديق المشروبات. وبتتفاجئ ساره ان جاكسون هيركب معاهم الطياره. بعد ما بيجهزوا كل حاجه بيركبوا الطياره هما الثلاثه. بتحاول ساره انها تتكلم مع جاكسون، بس بعد اللي هي عملته فيه تاني بيقرر يتجاهلها وما يردش عليها. وفي أثناء الرحلة بيكون جاكسون نايم، وبيطلب فريدي من سارة تيجي تقعد جنبه على كرسي مساعد الطيار. قعدوا يتكلموا مع بعض عن العلاقات، واتكلم معاها عن مراته اللي ماتت بسبب مرض خطير. وبيقول لسارة إن الحب ده شيء صعب جدا، وكان بيلقح عليها بالكلام هي وجاكسون. زمان كان فريدي بيديها دروس تجريبية في سواقة الطيارات، فطلب منها إنها تجرب تسوق. بتوافق سارة على طلبه وبيفكرها بتعليمات السلامة. وبعد ما عرفت اللي المفروض تعمله بتقفل زرار الطيار الآلي عشان تبدأ تسوق هي. بيصحى جاكسون من النوم وبيلاحظ ان اسطوانة الغاز واقعة على الأرض، ومرة واحدة فريدي بيبدأ يكح بشكل مستمر وبيجيله تشنجات صعبة وبيكون مش عارف ياخد نفسه. بيروح جاكسون يرجع اسطوانة الغاز مكانها، وبيسمع سارة وهي بتصرخ وبتطلب منه يساعدها لأن فريدي جاله أزمة قلبية. بيحاولوا يدوله الحبوب بتاعته بس مفيش فايدة. وفجأة مش بيتحرك فريدي وبيقع على عجلة القيادة، وفي اللحظة دي الطيارة بتقع، وفي نفس الوقت اسطوانة الغاز بتنفجر وبتخدش ازاز الطيارة اللي قدام. بيروح جاكسون يشيل فريدي بسرعة وبيقعد مكانه، وفي اللحظة دي كانوا هيقعوا في البحر، بس سارة بتقدر تنقذ الوضع وبترفع الطيارة بسرعة. بيروح جاكسون يحاول يعمل انعاش قلبي لفريدي، لكن مع الأسف الوقت بيكون فات وبيموت. فبيغطي جسمه بالجاكيت بتاعه وبينهار من البكا، وراح قعد في مكان كرسي الطيار. وبيكتشف ان نظام تحديد المواقع مش شغال، وما يعرفوش هما فين حاليا، ومفيش كمان تليفون يتصلوا بحد عشان ينقذهم، وموبايلاتهم مش شغالة. بيحاولوا هما الاتنين يتواصلوا مع أي حد عن طريق الراديو، بس مفيش حد بيرد عليهم. وساعتها التوتر زاد جدا، وبيكون أملهم الوحيد في الطيار الآلي لأنه المفروض ياخدهم لجزيرة رودريغيز بشكل تلقائي. بس بيكتشفوا إن في اسطوانة اتكسرت، وده عمل عطل في الطيار الآلي وفي نظام التحكم.
والوضع بيتعقد أكتر لما بيعرفوا إن ما بقاش فاضل في تانك البنزين غير نصه بس، والطيارة ممكن تقع بيهم في أي لحظة. وبسبب إن فريدي علم سارة شوية من أساسيات سواقة الطيارة، فعرفت إنهم لازم يتحركوا أول حاجة لبر الأمان واستخدموا البوصلة عشان يحددوا طريقهم. بتلف سارة بالطيارة 180 درجة، لكنهم اتفاجئوا قدامهم بعاصفة شديدة والطيارة بدأت تتهز بشكل عنيف. بس جاكسون كان واثق إنها هتقدر تعدي من العاصفة في الوقت المناسب، وفي الوقت ده قدروا أخيرا إنهم يتواصلوا مع مراقب الحركة الجوية المحلي سمويل، وبيطلبوا منه المساعدة. فسمويل بيعرفهم إنهم لازم يغيروا اتجاه رحلتهم فورا، لأن دي هتكون مسافة طويلة جدا والبنزين هيخلص منهم قبل ما يوصلوا للموقع. وعشان يوصلوا لأقرب مكان يقدروا ينزلوا فيه لازم يروحوا ناحية الغرب، وبالتالي لازم يعدوا جوه العاصفة. جاكسون بيكون مش حابب الفكرة خالص، وبيسأل سمويل لو هم يقدروا ينزلوا على البحر أحسن لهم. بس قبل ما يرد عليه الاتصال بيتقطع بسبب قوة العاصفة، وبالتالي بيكون مش قدامهم حل غير إنهم يعدوا وسط العاصفة. وبتكون العاصفة شديدة جدا وبيحصل برق قدامهم والدنيا ضلمت جدا. بيطلب جاكسون من سارة تبدل معاه وتقعد على كرسي الكابتن الرئيسي عشان تقدر تشوف الأدوات بوضوح. المسؤولية بتكون كبيرة جدا عليها بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان لازم تحافظ على ثبات الطيارة في نفس الارتفاع. بس ضربات البرق بتخلي الطيارة تتهز بعنف وبيكونوا مش قادرين يسيطروا على الآلات. بتكون سارة حاسة إن الطيارة هتنهار، فقررت ترتفع بالطيارة وتكون فوق العاصفة. التوتر بيزيد جدا، جاكسون بيحاول يمنعها عن الفكرة المجنونة دي، بس هي ما كانتش بتسمع كلامه وبتكمل اللي هي بتعمله. وبعد شوية بيلاقي نفسهم فوق سحابة العاصفة والسماء رجعت صافية تاني. بس الحلو ما بيكملش، لأن فريدي حذرها قبل كده إنها ما تعلاش قوي بالطيارة لأن هيحصل لها دوخة شديدة. وفجأة بتحس سارة بدوخة وبتفقد توازنها وبيغمى عليها، وفي اللحظة دي الطيارة بتبدأ تنزل على الأرض بشكل سريع وبتكون على وشك إنها تخبط في التل. بيقدر جاكسون إنه يفوق سارة بسرعة، لكنها بتكون لسه ضعيفة ومش بتقدر ترجع الطيارة لحالتها الأولى. بس حظهم كان كويس لأنهم بيرجعوا يسيطروا على الوضع مرة تانية، وفكرة إنهم لسه عايشين لحد دلوقتي دي أساسا تعتبر معجزة. بس بسبب حالة الطقس السيئة البوصلة بتاعتهم بتتكسر، وساعتها بينحرفوا عن المسار بتاعهم. بيكون جاكسون متعلم إزاي يصنع بوصلة عن طريق استخدام أدوات معينة، فبياخد إبرة مغناطيسية وبيحطها في سائل الكحول، وبالفعل الطريقة بتنجح وبيقدروا يعرفوا موقعهم الحالي. وبتروح سارة بالطيارة ناحية الغرب مرة تانية، وأخيرا بيقدروا هما الاتنين يخرجوا من العاصفة بدون أي خسائر. بس المشكلة إنهم استهلكوا بنزين كتير. بتلاحظ سارة إن في خزان من الخزانات بقى فارغ تماما، وقررت إنها تبدله بالخزان التاني المليان. بالرغم إنها عملت كده لكن برضه مستوى البنزين بينخفض جدا ومفيش أي تحسن بيحصل، وبيكونوا مش عارفين إيه السبب في كده. بيتكلم جاكسون معاها وبيقول لها إنه بيعتقد إن خزان الوقود المليان ممكن يكون اتكسر أو حاجة أثناء العاصفة، عشان كده هو مش شغال. وبيحاول إنه يدور على أي طريقة ويصلحه، فقرر إنه يخرج بنفسه بره الطيارة عشان يشوف العطل جاي منين. بتحاول سارة تمنعه عن الفكرة دي لكنه بيكون خد قراره خلاص، وبتكون سارة عارفة إنهم من غير بنزين هيموتوا فبتوافق على فكرته في النهاية. بيروح جاكسون يربط نفسه بالحبل وبيطلب من سارة تقلل سرعة الطيارة. بيخرج جاكسون بره الطيارة بحذر شديد، وبعد محاولات فاشلة كتير بيقدر أخيرا يوصل لأوضة المحرك، وبيكتشف إن حصل ثقب هناك وبيحاول إنه يصلحه. بس فجأة بيتزحلق وبيقع، بس لحسن الحظ إنه كان رابط نفسه بالحبل وبيمسك في جناح الطيارة بكل قوته بالرغم إنه مصاب. بتروح سارة تساعده وبتثبت عجلة الطيارة في اتجاه واحد، وبتكتشف سارة إن الحبل بتاعه اتعلق في عجلة الطيارة. فسارة بتقطع الحبل بسرعة وبتشده من إيده وبتحاول إنها تشده ناحيتها. بعد جهد رهيب منها بتقدر أخيرا إنها تدخله للطيارة مرة تانية. بعدها بتطمن على دراعه وبتلاقيه مصاب بكسر خطير في إيده، فراحت الأول تعالج الجرح المفتوح وطهرته بالكحول. ومن غير ما جاكسون ياخد باله بتقوم سارة ماسكة دراعه وبتلفه وبتعالج الكسر بسرعة، وبعدها بتحط خشبة صغيرة على دراعه وبتلف عليها قماشة. وبعد ما بيرتاحوا شوية بيرجعوا هما الاتنين مرة تانية للقيادة، وبيعرفوا إن ما بقاش فاضل من البنزين غير 5% بس. بتقترح سارة عليه إنهم يخففوا وزن الطيارة عشان يوفروا البنزين، فبتروح بسرعة وبترمي الشنط والمقاعد وكل الحاجات اللي ملهاش لازمة، والحاجات دي بالصدفة بتقع قدام قارب معدي وسط البحر. بتشوف سارة نسبة البنزين لكنهم مش بيلاقوا أي تقدم. وقتها بيبصوا هما الاتنين على جثة فريدي. سارة بتقرر تاخد قرار صعب جدا وترمي جثة فريدي في البحر. بتبص سارة على صورة فريدي مع أسرته وهو سعيد، فبتاخد الصورة دي وبتحطها في جيبه. بعدها بتشيل جثة فريدي وبترميها من الطيارة وهي منهارة من البكا. بعدها بدأت ترمي صناديق الخمرة من الطيارة. بس فجأة جاكسون بتجيله فكرة عبقرية، وهي إنهم يستخدموا الخمرة كبديل للبنزين. بس بسبب إصابته الخطيرة فمش بيكون قادر يقوم يملى تانك البنزين. فقررت سارة إنها تعمل المهمة دي بنفسها، وشجعت نفسها وطلعت بره الطيارة وتسلقت السطح
وقدرت توصل لجناح الطيارة، وبعدها فتحت تانك البنزين وبدأت تصب الكحول فيه، وبيكون جاكسون بيساعدها وبيناولها أزايز الكحول. وبعد ما خلصت تفريغ كل أزايز الكحول بتحاول إنها ترجع للطيارة بالراحة مرة تانية، وكانت على وشك إنها تقع وتموت، لكن في النهاية نجحت إنها تدخل الطيارة من غير أي خسائر. بيكون جاكسون فخور بيها وبيقول لها إنه اكتشف إن في جزيرة صغيرة موجودة على الطريق اللي عدوا منه، ويقدروا يرجعوا للجزيرة ويستعدوا للهبوط هناك. وبيقول لها إنهم لازم يرجعوا فورا لأن دي فرصتهم الوحيدة للنجاة. بتقرر سارة توافق على اقتراحه لأن مفيش قدامها حل تاني، وبتقعد على كرسي الطيار الرئيسي، وبيحاولوا إنهم يرجعوا يتواصلوا مع أي حد بس محدش بيرد عليهم. بتلف سارة بالطيارة وبيمشوا في اتجاه الجزيرة، بيكونوا لسه مش عارفين يحددوا مكان الجزيرة فين بالظبط. وبيحصل أكتر حاجة كانوا خايفين منها، وهي إن البنزين بيخلص تماما ومحرك الطيارة بيقف عن العمل، والطيارة بتبدأ إنها تنزل وتطلع في الهواء بشكل تلقائي. وبتحس سارة إن عمرهم مش طويل وممكن يموتوا في أي لحظة، فبتقرر وقتها إنها تعتذر لجاكسون على كل الأذى النفسي اللي هي تسببت فيه. فبيعتذر لها جاكسون هو كمان لأنه كان أناني معاها وما كانش مقدر اختياراتها. بيبص جاكسون من شباك الطيارة وبيشوف جزيرة صغيرة، فبيفرحوا جدا هما الاتنين. وبتبدأ سارة إنها تنزل على الأرض، بس فجأة بتفقد السيطرة على الطيارة لأن ارتفاع الطيارة منخفض جدا. بيحاول جاكسون يتواصل مع سمويل عشان يبلغوا إنهم هينزلوا هبوط اضطراري، بالرغم إن سارة بذلت مجهود كبير جدا، بس للأسف الطيارة بتقع في البحر وبتتقلب بيهم. المية بدأت تدخل في الطيارة لغاية ما اتملت على الآخر، وبيكون جاكسون وسارة محبوسين جوه الطيارة. بتقدر سارة إنها تفتح باب الطيارة وبتعوم لحد سطح المية، وفجأة اكتشفت إن جاكسون مش جنبها، فبتنزل للمية مرة تانية وبتروح تشوف جاكسون وبتلاقيه فاقد الوعي ومحبوس في جناح الطيارة. بتروح سارة تاخد سترة النجاة من غرفة القيادة وبتحطها حوالين رقبة جاكسون، وبتنجح إنها تعمل ده قبل ما الطيارة تقع في قاع المحيط. وبعدها بتاخده وبيطلعوا على سطح المحيط وبيوصلوا بعدها للشاطئ، وكل ده كان بيحصل وجاكسون فاقد للوعي تماما. بتفضل سارة تعمل له تنفس صناعي وإنعاش رئوي لغاية ما جاكسون بيفوق مرة تانية، وبيفضل يكح كتير وبيخرج المية الزيادة من رئته. وبعدها هما الاتنين بيرتاحوا على الرمل وبيكونوا سعداء جدا إنهم نجحوا في إنقاذ نفسهم. بيناموا على الشاطئ من كتر الإرهاق، ولما بيصحوا من النوم بيلاقوا المية محوطاهم في كل مكان. بتنهار سارة وبتدخل في حالة هستيرية، وبتكون متأكدة إن فرصتهم في إنهم يعيشوا بقت ضعيفة جدا وإنهم رجعوا لنقطة الصفر مرة تانية. بتفضل تبص حواليها على أمل تلاقي حد يساعدهم، لكن كل اللي هي شايفاه حواليها هو المحيط. وفجأة الرمل بيبدأ إنه ينهار من تحتهم. بتبدأ سارة إنها تبكي وبتهيأ نفسها إنها تموت هنا، وبينزلوا هما الاتنين في المية. وبيكون جاكسون فقد الأمل خلاص واتأكد إنه هيموت في خلال ساعات بسبب إصابته الخطيرة، فبيعرض على سارة إنها تلبس سترة النجاة بتاعته وتنقذ نفسها لأنه أساسا كده كده ميت. بس سارة بترفض طبعا وبتقول له إنهم فريق واحد، يا يعيشوا سوا يا يموتوا سوا، وبتقول له إنها هتفضل معاه للآخر. وفجأة جرح جاكسون بيتفتح وبينزف في المحيط، وريحة الدم بتجذب سمك القرش ناحيتهم. في الوقت ده بيعترفوا لبعض هما الاتنين إنهم بيحبوا بعض وخلاص بيستعدوا عشان يموتوا. بس في اللحظة دي بيقرب منهم مركب صيد صغير بعد ما وصلته إشارة الإنقاذ بتاعتهم. بتروح سارة تسحب جاكسون بآخر قوة في جسمها، وبينجحوا إنهم يطلعوا للمركب الصغير قبل ما سمك القرش يفترسهم بثواني. وبعدها بيتكلموا هما الاتنين مع بعض وبيوعدوا بعض إنهم ما يتفرقوش تاني مهما حصل بينهم. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.